طلاب اولى ثانوي في كل انحاء الجمهوريه، يا مساء الفل. اهلا بيك في حلقه جديده من حلقات فض اشتباك. النهارده باذن الله جايين نعمل معاك فيديو عظيم جدا جدا جدا. جايين نتكلم معاك في فيديو وحش. يعني ايه فيديو وحش؟ جايين ناخد اوحش حاجه في كل حاجه. كل حاجه وحشه هناخدوها النهارده. فكره جميله، فكره لطيفه. عايزك في الكومنتات تبقى تقول لي ايه رايك في الفكره. جايين نتكلم اوحش حاجه، اوحش حاجه في اليونانيين، اوحش حاجه في الفينيقيين، اوحش حاجه مش عارف في ايه. النهارده فيديو مجمع لك الحاجات الوحشه. عايزين نستمتع بالتاريخ، مش عايزين الموضوع يبقى ايه كلمتين وخلاص، لا عايزين نستمتع. باذن الله الفيديو هيعجبك جدا جدا. في الكومنتات هتلاقي سيادتك كل التفاصيل بتاعتنا والمذكره بتاعتك هتلاقيها في الديسكريبشن اللي انا بشرح منها. باذن الله احنا جايين نراجع تاريخ في القاهره وفي الجيزه. انتظر، خليك مستعد. يعني مش عايز اقول لك اللي هيحصل، هيبسطك جدا 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 لابعد الحدود. يلا بينا يا بطل كده نبدا الحصه بتاعتنا ونبدا الفيديو بتاعنا، وهنتكلم عن كل الحاجات الوحشه. تعالى بقى يا سيدي كده نبدا. اسوأ حاجه في كل حاجه، اوحش حاجه هتقابلنا هناخدوها. الحاجات الحلوه النهارده احنا ملناش دعوه بيها، هناخد الحاجات الوحشه. هنبدا نتكلم عن اسوأ حاجه في السومريين، اسوأ حاجه في الاشوريين، اسوأ حاجه في ارض فينيقيا، اسوأ حاجه في سياسه فينيقيا، اسوأ حاجه في سبارتا، اسوأ حاجه في سياسه اثينا، اسوأ حاجه في اليونان، اسوأ حاجه في اجاثاكوليس، اسوأ حاجه في كليوباترا، اسوأ حاجه في معامله البطالمه. فاحنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ عن الحاجات الوحشه. ملناش دعوه بالحاجات الحلوه. يعني انت لو جاي تدور على الحلو فمن فضلك اقفل الفيديو. لو جاي تدور على الوحش اهلا بيك في اوحش حاجه في كل حاجه. يلا بينا كده نبدا. اوحش حاجه، اوحش حاجه عندنا اهو. اوحش حاجه في السومريين. لازم تبقى عارف ان الحضاره السومريه اسوأ شيء فيها الحروب الداخليه اللي قامت بينهم ما بين اور ولكش وسومر، وده اللي ادى لانهيار الحضاره السومريه وتفرقوا. يبقى اسوأ حاجه فيهم الحروب الداخليه وعدم الاستقرار الداخلي، ده اللي ترتب عليه سقوطهم وتفرقهم. يبقى سيادتك لازم تبقى عارف ان السومريين ما كانش في بينهم اتحاد داخلي، كان في بينهم حروب داخليه. ما عرفوش الوحده، واقدر اقول ما عرفوش النضج السياسي. يبقى اقدر اقول لك السومريين اهو ما فيش نضج سياسي ولا وحده سياسيه. لانك المفترض تبقى عارف ان اول وحده سياسيه تمت على ايد الحضاره الاكاديه او الدوله الاكاديه اللي هو سرجون الاكادي. يبقى دي اسوأ ما في السومريين. طيب تعالى نتكلم عن اسوأ ما في الاشوريين. يا عمنا بص، اي مره اكلمك عن الاشوريين افتكر ان اوحش حاجه سياسه البطش والظلم. الدوله الاشوريه كانت دوله ظالمه. كان الحكام الاشوريين سنحريب. كان الحكام الاشوريين كانوا بيدمروا في البلد، وكانوا بيتعاملوا بالشدة والقسوة مع الشعب. أي حد يتكلم يقتلوه، أي حد يتكلم يذبحوه، أي حد يتكلم يسجنوه. عشان كده بقول لسيادتك إيه؟ إن أسوأ ما في الحضارة الأشورية هي سياسة الشدة والظلم والبطش وعدم المشاركة السياسية. دايما هيكلمك فيها في الأسئلة دي إن الأشوريين ما كانوش بيخلوا الشعب يشارك، ما بيسمعوش رأي الشعب. عشان كده الشعب عمل عليهم ثورات. يبقى خد بالك، أسوأ حاجة في السومريين التفكك الداخلي، أسوأ حاجة في الأشوريين عدم المشاركة السياسية وسياسة البطش والظلم. هنا اتعلم المفترض يبقى فيه استقرار في الدولة، هنا اتعلم المفترض يبقى فيه مشاركة سياسية مع الشعب. ركز. طيب تعالى نتكلم عن أوحش حاجة في أرض فينيقيا. الحضارة الفينيقية أوحش حاجة في الأرض بتاعتها إن ما كانتش أرض زراعية قوي. مش فاهم يا مستر ندى؟ بفكر سيادتك إن الأرض بتاعت فينيقيا هم عملوا حاجة غريبة. هم حولوا سفوح الجبال لمصاطب زراعية. مش الجبل اهو كده، السفح بتاع الجبل ده عملوا فيه مصاطب زراعية. ليه؟ لأن الأرض بتاعتهم ما كانتش صالحة للزراعة. مش أرض فيها أنهار زي العراق مثلا وزي حضارة مصر. يبقى أي مرة هيكلمك عن أرض فينيقيا افتكر إن كان عندهم ضيق في المساحات الزراعية. عشان كده زرعوا سفوح الجبال وحولوها يا فندم إلى، ما تنساش، مصاطب زراعية. يبقى خد بالك، نتيجة ان ارض فينيقيا ما فيهاش اراضي زراعية كتير هم زرعوا سفوح الجبال، وعشان كده
كان اغلب النشاط في فينيقيا هو نشاط التجاره، اتجهوا للبحر عشان ياخدوا الرزق بتاعهم من البحر. يبقى ما تنساش اسوأ ما في فينيقيا ان الارض بتاعتهم مش ارض زراعيه جيده. طيب تعال ناخد اسوأ ما في سياسه فينيقيا. احنا هنا اتكلمنا اسوأ ما في الارض، اسوأ ما في السياسه ان فينيقيا ما عرفتش برضه الوحده السياسيه. لو انت فاكر ان الفينيقيين كانوا بيشتغلوا بالتجاره، هم قال لك احنا في بينا تجاره صح؟ بلاش نعمل حرب وبلاش نعمل مشاكل مع بعض، كل واحد يعيش في حاله عشان التجارة بتاعتنا تمشي، لأن التجارة فعلا محتاجة استقرار. يبقى هم فضلوا الاستقرار الاقتصادي لأن هم كانوا بيشتغلوا بالتجارة على الوحدة السياسية. ركز في دي من فضلك. يبقى الفينيقيين ما عرفوش الوحدة السياسية شبه السومريين، ما تنساش دي. بس الفرق ما بين الفينيقيين والسومريين ايه؟ ان هنا ما عرفوش الوحدة بس كانوا بيضربوا في بعض، كانوا بيدغدغوا في بعض. هنا ما عرفوش الوحدة بس ما كانش في بينهم اي مشاكل، كان في بينهم منافسة تجارية. ركز من فضلك في الحاجات دي، انا عايزك تتعلم تاريخ، عايزك تبقى فهمان ملك المادة كده، مش عايزك تاخد الكلمتين واحنا بنحلل الكلام. يبقى الفينيقيين والسومريين هما الاثنين ما عرفوش الوحدة، بس الفرق هنا كان في بينهم صراعات وحروب داخلية، لكن هنا ما كانش في بينهم صراعات، ده كان في بينهم تنافس بس تجاري. طيب تعال نتكلم أسوأ ما في حضارة سبارتا. لازم تعرف ان سبارتا كانت، قلنا لو انت فاكر، حضارة عسكرية، دولة او مدينة بتقوم على الحروب. عشان كده بقول لك أسوأ ما فيها الاعتداء الدائم على جيرانها. سبارتا كانت تروح تهجم على مدينة، تاخد خيراتها، تاكل وتشرب من الخيرات دي، بعد ما تخلص تهجم على المدينة التانية. عشان كده كانت بتسمى صوت عذاب، يعني كرباج عذاب بالنسبة لجيرانها. يبقى سيادتك عايزك تعرف ان أسوأ ما في سبارتا انها كانت حضارة عسكرية قائمة على الاعتداء الدائم. ولازم تعرف برضو من الحاجات السيئة ان الملكين، لو انت فاكر، كانوا اعلى حد بيحكم الملكين اللي هم من الاسر العريقة. استنى، مشكلة الملكين ان هم كانوا رؤساء لكل حاجة، رؤساء للسلطة الدينية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة السياسية العسكرية. ايه ده يا مستر؟ يعني هم اللي بيعملوا كل حاجة؟ اذا عندي مشكلة ان ما كانش فيه فصل بين السلطات. ركز بعد اذنك تاني. المشكلة اللي بتواجهنا او الحاجة الوحشة اللي بتواجهنا في حضارة سبارتا انها كانت دولة دائمة الاعتداء على جيرانها. تاني حاجة ان ما كانش فيه فصل بين السلطات. طيب تعالى مثلا نتكلم عن أسوأ ما في سياسة أثينا. لا مستر بقى انت بتهزر، هي أثينا بتاعت الديمقراطية فيها حاجة وحشة؟ ده فيها حاجة نيلة ومنيلة. لازم تعرف ان أثينا علمتنا الديمقراطية، بس ما تنساش ان الديمقراطية ما كانتش كاملة. الجزء ده هيجيلك في الامتحان. لازم تعرف حضرتك ان أسوأ ما في حضارة أثينا اللي علمت العالم الديمقراطية، إن الديمقراطية لم تكن ديمقراطية كاملة. مستر يعني إيه ما كانتش ديمقراطية كاملة؟ هي ديمقراطية بس في 3 محرومين منها. لا هينفع الأجانب يشاركوا في الديمقراطية، ولا هينفع العبيد يشاركوا في الديمقراطية، ولا هينفع النساء يشاركوا في الديمقراطية. يبقى أقدر أطلع يا جماعة هنا بناتج من نواتج التعلم خطير. طالما في حرمان للنساء إذا كان في تمييز جنسي. الله، لو انت فاهم الكلام ده، يعني بنميز الناس حسب جنسها. اقدر اقول لك كان هنا في عداوة للمرأة. طبعا يا فندم، لان سيادتك المرأة ما كانتش بتاخد حقوقها كاملة في دولة أثينا، بدليل انها ما كانتش بتشارك في الديمقراطية. يبقى أسوأ ما في حضارة أثينا، ما تنساش ان الديمقراطية لم تكن ديمقراطية كاملة. طيب نكمل الحاجات الوحشة واوحش ما في ارض. ده فيديو وحش، الفيديو اللي احنا فيه ده فيديو وحش، مش فيديو وحش في شرح مستر نادر. خليك كويس، اديك شايف التعب. فيديو وحش ان احنا بنتكلم عن الحاجات الوحشه. طيب تعال نتكلم عن ارض اليونان. اوحش حاجه في ارض اليونان ان مساحه الارض الزراعيه كانت قليله، 20% بس من اليونان زراعيه. ايه ده مستر؟ ده شبه فينيقيا، ان دي المساحه بتاعت الارض الزراعيه، وبرضه عشان كده كان النشاط اللي غالب عندهم الزراعه ولا التجاره؟ التجاره. يبقى لو تاخد بالك في العراق وفي مصر النشاط السائد الزراعه، لان احنا اراضي عندنا يا باشا نيل، عندهم ارض، عندهم دجله والفرات. اما في حضاره اليونان
وفي حضارة فينيقيا كانت في مشكلة في الأرض الزراعية. يبقى سيادتك كانت بتمثل الأرض الزراعية 20% فقط أهو. الأرض الزراعية 20%، عشان كده أهو كان النشاط السائد، كان النشاط السائد هو إيه؟ هو التجارة. طيب هتكلمني عن ايه تاني يا مستر في الحاجات الوحشه؟ تعالى بقى ننتقل شويه لدوله البطالمه. لو انت فاكر كان عندي واحد اسمه اجاثاكوليس، واجاثاكوليس ده مش وحش، ده زباله. ليه؟ لانه كان وصي وحش. ايه ده مستر مش فاهم. لو انت فاكر مين هو اجاثاكوليس، كان الوصي على بطليموس الخامس، هو كان الوصي عليه. الله، طب يا مستر اجاثاكوليس ده كان وصي وحش؟ ده كان وصي زي ما قلت لك زباله، ده دور على مصالحه الشخصيه ومش مهم البلد. عشان كده بقول لسيادتك انه سعى لتحقيق مصالحه الخاصه واهمل البلاد، وانهارت البلاد في عهده سياسيا واقتصاديا وفقدت معظم املاكها. يبقى خد بالك اجاثاكوليس ده كان تبع عصر الانهيار وفتره الانهيار. لو انت فاكر دوله البطالمه اتقسمت لجزئين، عصر فيه قوه وازدهار وعصر فيه ضعف. البطليموس الرابع بدايه الضعف، واجاثاكوليس كان الوصي على بطليموس الخامس، وفي عهده انهارت البلد. ليه؟ لانه بحث عن المصالح الخاصه. اذا اقدر اقول لك ان اجاثاكوليس ده خان الامانه. اقدر اقول لك ان اجاثاكوليس ده خان الوصايه، راجل مش امين، خان العهد. سيادتك انت الوصي على الملك لحد ما يكبر ويتولى هو الحكم، فانت كنت غير امين. طيب هتكلم عن ايه؟ هنتكلم برضو عن حاجات وحشه، احنا النهارده كله وحش في وحش. تعالى اكلمك عن اسوأ ما في حكم كليوباترا، اوحش حاجه. كليوباترا اللي هي اخر البطالمه. لازم تعرف ان كليوباترا دي كانت احلامها توسعيه. الستات كده تلاقي عندهم طموحات عاليه جدا. الرجاله ده انتوا غلابه، الرجاله ده انتوا مساكين، طموحكوا على قدكوا. عارف الراجل كده ايه، تديله اكل وشرب وينام. احنا سيادتك ولا فارق معانا الدنيا، عايشين في الحياه ولا فارق معانا. سيادتك الستات احلامها وطموحاتها عاليه، وده اللي حصل مع كليوباترا. نتيجه كده تخلصت من اخوها السفله الكلبه. كان اخوها معاها في الحكم بطليموس الرابع عشر. لو انت فاكر كليوباترا يتولت الحكم مع اخوها بطليموس الثالث عشر، الثالث عشر. فسيادتك وكمان تولت الحكم مع اخوها الرابع عشر وتخلصت منه لاجل ابنها من يوليوس قيصر. يبقى سيادتك لازم تعرف ان اسوأ حاجه عند كليوباترا رغبتها التوسعيه. كانت نفسها تحكم روما مع اليونان، كان نفسها تحكم روما مع دولة البطالمة في مصر، كان نفسها تحكم روما وتبقى امبراطورة للعالم كله. اتجوزت من يوليوس قيصر سيزر اللي هو الامبراطور بتاع روما، وتخلصت من اخوها بطليموس الرابع عشر عشان تنفرد بحكم مصر وتديه لمين؟ تديه لابنها. يبقى خد بالك اسوأ ما في حكم كليوباترا الغدر والخيانة. طيب برضو عايز افكر سيادتك اسوأ ما في معاملة البطالمة في مصر. مبدئيا كده عايزك تعرف ان البطالمة في مصر كان في تمييز عنصري، كانوا بينظروا للمصريين نظرة ان هم اقل منهم. ما تنساش الحته دي مهمه جدا. البطالمه احنا يونانيين، احنا احفاد الفلاسفه، احنا عندنا سقراط وافلاطون وارسطو، احنا عندنا ناس جامده جدا، احنا احتلينا مصر. عشان كده نظروا للمصريين نظره دونيه، وكان في عنصريه، كانوا شايفين المصريين اقل. نتيجة كده حصل حقد وكراهية من المصريين للبطالمة. الوضع ده اتعدل امتى؟ اتعدل في عهد بطليموس الرابع. بطليموس الرابع لما لقى الدنيا هتبوظ خالص، ركز كده معايا، قال لك لا، ده احنا لازم ندي فرصة للمصريين لحسن يغضبوا علينا، لحسن البلد تبوظ. وهنا في عهد بطليموس الرابع الوضع اتغير شوية، والمصريين تولوا مجموعة من الوظائف أفضل. يبقى خد بالك في أسوأ معاملة هي العنصرية والطبقية اللي حصلت من البطالمة. وده استاذ نادر جورج بقى، انا بحبكم، لا دي مش حاجه سيئه، انا بحبكم بجد من قلبي يعني. فسيادتك ده الفيديو بتاعنا النهارده، اتكلمنا عن مجموعه من الامور السيئه. كل فتره كده هناخده حلقه فض اشتباك نقعد نستمتع. خليني بقى قبل ما اختم الفيديو اقول لسيادتك طلاب الهرم، طلاب شبرا،
طلاب اسكندرية، أنا جاي لك بأقوى مراجعة تاريخ في الجمهورية في قلب السنتر. انتظر المفاجأة العظمى، خليك متابع معانا الفيديوهات، خليك متابع معانا التيك توك. أنا جاي لك هعمل مراجعة تاريخ بس للتاريخ. شكرا جدا. اوعى تنسى تشوف المقدمة، اوعى تنسى تدعيلي في الكومنتات يا بخيل. باي باي.